صباحكم كله تفاؤل. يلا نبدأ مع بعض. لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا علقنا على الفراخ. النهارده كان يومي عند مامتي، حبيت اوريكم دبس الرمان اللي انا بحطه في المحشي. يعني غسلت قد ايه رز، يعني في مقدار 2 كيلو بالظبط. هنزل عليهم بقى بالصلصة. الصلصة دي محطوط عليها معلقة سكر وبصلتين 2 كبار وشوية ملح، بس محطناش حاجة تاني. والزبدة سيحناها فيها. يلا لايك بتاعك الجميل، متنسيش تصلي على الرسول. دعوة حلوة منك ليا، ربنا يوفقني واعمل لكم فيديوهات كويسة وحلوة. فانا مش عارفة كنت وقفت ليه، فعادي خالص، خليكم معايا للنهاية. الفيديو بتاعي مش طويل، بس انا حابة ان انا اقضي معاكم اليوم ده. انا كنت عند مامتي، فقلت خلاص بقى ايه ان انا اصور لكم الفيديو واصور لكم ان احنا هناكل ايه النهارده وهنعمل ايه مع بعض، خصوصا ان انا اللي عامله المحشي وماما علقت على الفراخ. يلا نصلي على النبي. تنسوا اللايك والاشتراك، واللايك بتاعك الحلو هيفرحني وهبقى مبسوطه جدا لكل الناس اللي بتتابعني وتدعمني، وبجد انتوا كلكم على دماغي. يلا كده جبنا شويه الخضار بقى والشبت والخضار المشكل بتاعنا ده، غسلناه وبعد كده صفناه ونزلنا بيه على الرز. احنا كده حطينا في الرز الصلصة اللي فيها البصل، ونزلنا عليه بالخضار. في قرن شطة حامي بقى كده ماما قطعته مع الخضرة وهي بتجهز الحاجة، فكان عامل طعم حلو قوي. انزلي بقى بدبس الرمان ده، خصوصا لما يبقى معاكي ايه، يعني مثلا ورق عنب، بتنجان، بيخلي طعمه في حتة تانية خالص، صدقيني هيعجبك. انزلي بقى كده يا ست الكل شوية حلوين. يا على الحلاوة، بجد كان طعمه حلو قوي. انا بمنتج لكم الفيديو ده بالليل، وقلت ايه يلا نبدأ مع بعض ان احنا ايه ننزله. هنزل هنا بشوية زعتر، شوية قرفة، روزماري عادي، 7 بهارات عادي. بصي، هو المحشي عامة بيحب يبقى فيه كل البهارات اللي تخطر في بالك، فاهمة؟ اللي هو مثلا يعني حاجات بتعمل طعم حلو. اصلا في بهارات للمحشي، بس لو ما عندكيش حطي 7 بهارات، بتغنيك عن بقية البهارات كلها. فانا هنا بقى كنت خلاص نزلت بقى حطيت اللي هو الزعتر، روزماري، قرفة، وشوية فلفل اسود، وزودت شوية ملح كمان. هنا بقى ماما عندها ايه حاجة كده اسمها تحويجة، فيها بقى ايه كمون وكزبرة وبتاع حاجات كده ناشفة كده على بعض، بس كانت طعمها حلو. يعني بدل ما احط كمون وكزبرة، لا دي خلطة كده مع بعض. بدأنا بقى نقلب. هنا اختي بقى كانت تعبت معايا بصراحة، كانت ماسكالي الموبايل. احب اشكرك يا منار من الفيديو ده، بجد كتر خيرك. انا هنا بقى قلت اما انزل بشويه زيت بيديله لمعه حلوه غير الزبده والسمنه اللي احنا حطيناها. في ناس بتحط قشطه، يعني انا اسمع الكلام ده بس ما جربتش حوار القشطه ده. بفضل يعني الزبده والسمنه والحاجات اللي زي دي احسن. خلصنا. ايوه انا هنا حبيت اوريك. بص، مش عارفه ومكلفه. هنا بقى فرشنا حاجه على الارض بقى وقعدنا عشان يلا نبدا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بجد انا وماما خلصنا الحله دي. هي دوبك كانت الحله اصلا وخلاص. بجد كانت حلوه. تسلم ايدك يا ماما ان انت ساعدتيني. كفايه بس هي بتعمل اكل حلو والله، بس هي كانت عايزاني اعمل المحشي بالطريقه بتاعتي. ست الكل ربنا يخليكي لينا. فخلاص بقى علقنا عليه. هنا عبد الله اخويا اول واحد قاعد على الاكل، فدي حاجه اساسيه. فبعد ما سويناه بقى وخلاص قلنا بقى نغرف بقى معاكم. شوفوا وشكوا على خير. باي باي.